أهلا بيكم. في الشرح ده هنتكلم عن ريدس، بس مش مجرد كلام عن إنه كاش وخلاص. لأ، إحنا هنكتشف مع بعض إزاي هو فعلا زي السلاح السري لتطبيقات النوت جي اس، أداة ليها أكتر من استخدام وبتحل مشاكل كبيرة جدا بتقابل أي مطور. تخيل معايا السيناريو ده. التطبيق اللي بتعمله نجح وبقى عليه إقبال كبير، حاجة تفرح طبعا. بس فجأة بتبدأ تظهر مشاكل ما كانتش في الحسبان. التطبيق بقى أبطأ، موضوع الأمان بقى مقلق أكتر، وال API بقى هدف سهل للاستغلال. دي بالظبط اللي بنسميها آلام النمو، ومفيش مطور تقريبا ما هربش منها. طيب الحل إيه؟ هنا بقى بيجي دور رادس، وزي ما قلنا هو مش مجرد كاش خالص. فكر فيه كأنه السويس أرمي نايف أو المطوة السويسرية بتاعت الباك أند. أداة واحدة فيها حلول لكل حاجة: أداء، أمان، وقدرة على التوسع أو السكالابيليتي عشان التطبيق يستحمل أي ضغط. طيب تمام، خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بأكتر مشكلة بتوجع أي مطور: السرعة. بصراحة لما الابليكيشن بيبقى بطيء دي أول حاجة المستخدم بياخد باله منها وممكن يزهق ويمشي، فدي لازم تتحل وفورا. طب ليه ريدس بالذات هو الحل السحري لموضوع الكاشنج ده؟ الإجابة ببساطة في كلمة واحدة: الميموري. ريدس بيخزن البيانات في الرامات مش على الهارد ديسك، وده معناه سرعة استجابة خرافية، بنتكلم في أجزاء من الثانية، وده طبعا بيشيل حمل كبير جدا من على كتاف الداتابيز، والنتيجة النهائية تجربة مستخدم سريعة وسلسة. جميل. طب بنستخدمه إزاي عملياً؟ أشهر استراتيجية اسمها الكاش أسايت باترن، وفكرتها بسيطة قوي. الابليكيشن بدل ما يجري على الداتابيز كل مرة، لا، هو الأول بيخبط على باب الكاش ويسأل: يا كاش، عندك الداتا دي؟ لو لقاها بياخدها في ثانية ويمشي. لو ما لقاهاش ساعتها بس بيروح للداتابيز ياخد الداتا ويحط نسخة منها في الكاش عشان المرة الجاية يلاقيها وبعدين يديها للمستخدم. بس في نقطة مهمة جدا هنا: الكاش ده مش مخزن أبدي، لازم يكون ليه تاريخ صلاحية، أو اللي بنسميه TTL Time to Live. تخيلها زي تاريخ صلاحية الأكل بالظبط. لو الداتا فضلت في الكاش للأبد هتبقى قديمة ومغلوطة. والجدول اللي قدامنا ده بيورينا إن كل نوع داتا ليه صلاحيته. يعني مثلا إعدادات التطبيق اللي مش بتتغير كتير ممكن تقعد في الكاش يوم كامل، لكن كتالوج منتجات أسعاره بتتغير ده آخره ربع ساعة بالكتير. ونتائج البحث دي لازم تبقى فريش، يعني دقيقة أو 2 بالكتير. تمام قوي كده، ظبطنا السرعة. نخش بقى على التحدي التاني اللي بيظهر لما التطبيق يكبر ويبقى عليه مستخدمين كتير: إدارة السيشنز. إزاي ندير جلسات المستخدمين دي كلها بشكل كويس وفي نفس الوقت آمن؟ وهنا برضو ريدس بيثبت إنه جوكر. ليه بقى هو الأنسب لإدارة الجلسات؟ أولاً نفس ميزة السرعة، لأنه إن ميموري فبيتعامل مع آلاف بل ملايين الجلسات في نفس اللحظة من غير ما يهنج. ثانياً في خاصية اكسبيريشن مدمجة، يعني بينظف ورا نفسه ويمسح السيشنز القديمة اوتوماتيك. ده غير إنه سكيلابل، يعني يكبر معاك مهما عدد المستخدمين زاد، وكمان ممكن يحفظ نسخة من الداتا على الديسك عشان لو حصل أي مشكلة. والأحلى من كده إن في عالم النود جي اس الموضوع ده مش صعب خالص. بمجرد ما تستخدم مكتبتين زي اكسبريس سيشن مع كونكت ريدس، بتبقى عملية ربط السيشنز مع ريدس سهلة جدا وما بتاخدش وقت. بس خلي بالك، الإدارة لوحدها مش كفاية، الأمان هو الأهم. في كام إعداد كده لازم يتظبطوا عشان نضمن إن السيشنز دي ما تتسرقش. زي إن الكوكيز لازم تبقى سكيور، يعني بتتنقل على HTTPS بس، وتبقى HTTP only عشان الجافا سكريبت في المتصفح ما تقدرش تقراها. والأهم من كل ده إعداد سيم سايت عشان نحمي نفسنا من هجمات خطيرة زي CSRF. دي مش رفاهيات، دي أساسيات أمان لأي تطبيق محترم. حلو جدا. دلوقتي الابليكيشن بتاعنا بقى سريع وبنعرف ندير السيشنز بتاعته بأمان، بس النجاح والشهرة ليهم ضريبة، والتحدي الأخير اللي بيظهر هو إزاي نحمي ال API بتاعنا من الهجوم أو الاستخدام الزيادة عن اللزوم. وهنا بندخل في عالم الريت ليميتنج. الموضوع ببساطة إننا بنحط حد أقصى لعدد الريكويست اللي أي مستخدم يقدر يعملها في فترة زمنية معينة. يعني مثلا ليك 100 طلب في الدقيقة، أكتر من كده لأ. في طريقتين مشهورين عشان نعمل كده: الفيكسد ويندو، ودي السهلة بس فيها ثغرة، والسلايدنج ويندو، ودي الأعقد بس الأدق والأأمن. الجدول ده بيحط الفروقات قدام عينينا. بصوا كده على الفيكسد ويندو، حلوة إنها ما بتستهلكش ميموري كتير، مفتاح واحد بس لكل مستخدم، بس مشكلتها إنها مش دقيقة. والأسوأ من كده إنها ممكن تسمح للمستخدم إنه يبعت ضعف عدد الطلبات المسموح بيها بالظبط عند حافة الوقت الفاصل بين دقيقة والتانية. الناحية التانية السلايدنج ويندو لوج دقيقة جدا بس بتاكل الميموري أكل. يبقى إيه الحل اللي يجمع بين حسنات ده وده؟ الحل الوسط والعبقري هو السلايدنج ويندو كاونتر. الخوارزمية دي بتدينا أفضل توليفة ممكنة: دقة كويسة جدا، سهلة في التنفيذ نسبيا، واستهلاك
للميموري معقول جدا. عشان كده دي تعتبر التوصية الأولى لأغلب ال APIs اللي بنبنيها. ممتاز. لحد دلوقتي عرفنا إيه هي المشاكل وإيه هي حلول ريدس ليها. دلوقتي جه وقت السؤال الأهم، إزاي ننفذ الحلول دي صح؟ لأن طريقة التنفيذ بتفرق 180 درجة في قوة واستقرار التطبيق. وأول حاجة لازم نعملها صح هي اختيار الكلاينت لايبراري. من فترة كان Redis هو الاختيار الأول لأي حد، لكن الوضع اتغير. دلوقتي التوصية الرسمية من Redis نفسها هي استخدام Node Redis. ده هو الكلاينت الرسمي الأحدث والمدعوم بشكل كامل. وهنا نيجي لنقطة خطيرة جدا وممكن تسبب كوارث لو متعملتش صح. السؤال هو ليه لما بنعمل عملية زي الريت ليميتنج ما ينفعش أبدا نعملها على خطوتين منفصلتين؟ السبب في ثغرة مشهورة جدا في عالم الكمبيوتر اسمها TOTO أو Time of Check Time of Use، يعني وقت الفحص غير وقت الاستخدام. تخيل معايا الكود بتاعك بيبص على عداد الريكوستس للمستخدم، ده التشيك، يلاقيه لسه مسموح له فيقرر إنه هيزود العداد، ده اليوس. المشكلة كلها في الحتة الصغيرة اللي في النص دي، في الجزء من الثانية اللي بين الفحص والتنفيذ ممكن يجي ريكوست تاني من نفس المستخدم ويعدي هو كمان، لأن العداد لسه متحدثش، وبكده المستخدم عدى الحد المسموح له وإحنا ما نعرفش. إيه الحل للمشكلة دي؟ الحل في كلمة واحدة، أتوميسيتي أو الذرية. يعني العملية كلها لازم تحصل ككتلة واحدة غير قابلة للتجزئة. وبنعمل ده إزاي في ريدس؟ عن طريق اللوا سكريبتس. لما بتبعت لوا سكريبت لريدس هو بينفذه كله على بعضه كأمر واحد، ومستحيل أي حاجة تانية تقاطعه في النص. وده بيضمن إن عملية الفحص والتحديث بتحصل في نفس اللحظة، ومفيش أي فرصة لثغرة التوك توك. وبكده بنشوف إن ريدس مش مجرد أداة بنصلح بيها مشاكل وبس، لا، ده بيفتح لنا أبواب لإمكانيات ومميزات جديدة نقدر نبنيها في المستقبل. تعالوا نلخص رحلتنا السريعة دي. كان عندنا بطء، حلناه بالكاشنج. كان عندنا مشاكل أمان في الجلسات، حلناها بالسيشن مانجمنت. كان في خوف من الاستغلال، منعناه بالريت ليميتنج. وكان في خطر الريس كونديشنز، تجنبناه باللوا سكريبتس الذرية. الفكرة كلها إن لما بيكون الأساس بتاع التطبيق سريع وآمن وقابل للتوسع، ريدس بيتحول من مجرد مطفأة حريق بنستخدمها وقت المشاكل لأداة بتمكننا من الإبداع وبناء فيتشرز جديدة ومبتكرة. وده بيوصلنا لآخر وأهم سؤال لأي مطور بيفكر لقدام. دلوقتي التطبيق بقى سريع وآمن، إيه الخطوة الجاية؟ إيه الريل تايم فيتشرز اللي ممكن نبنيها؟ ممكن نعمل نظام إشعارات لحظية أو تشات مباشر جوه التطبيق. ريدس جاهز بالأدوات دي عن طريق حاجات زي الباب ساب والستريمز. المستقبل كله إمكانيات، والأساس القوي اللي يسمح بده بقى موجود.